اهلا بيكم مره تانية في 90 دقيقه. زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه، النهارده هنناقش موضوع بيثير جدل واسع جدا سواء في الاوساط الدينيه او في الاوساط الشعبيه، واعتقد ان هذا الجدل سيزداد في الاوساط الشعبيه في الفتره القادمه، خصوصا انه هيتناقش تحت قبه البرلمان، وبالفعل أثار الجدل تحت قبة البرلمان. الموضوع باختصار هو تقديم النائب محمد خليل قويطة مشروع لتعديل تشريعي لمنح المرأة الفتاة أو المرأة اللي بتغتصب حق الإجهاض خلال ال4 أشهر الأولى من الحمل. زي ما اتكلمنا كتير قبل كده في 90 دقيقة، الاغتصاب كارثة لأي مرأة بتتعرض ليه، بيسيب ليها أثار نفسية مدى الحياة بتحملها معاها. هناك آراء لرجال الدين بيؤكدوا أن الإجهاض خطأ ولا يجب تصحيح الخطأ بالخطأ، فبالتالي هم ضد هذا المشروع. وهناك رجال دين آخرون مع هذا الرأي، أو على الأقل أنهم بيبيحوا الإجهاض في حالة الاغتصاب قبل نفخ الروح في الجنين. منهم دكتور ناصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق، كان أصدر فتوى في هذا الشأن في عام 98، وأيضا شيخ الأزهر الحالي دكتور سيد طنطاوي أعلن موافقته على إصدار هذا القانون والإجهاض حتى لو كان ذلك بعد مرور 4 أشهر من الحمل. خلونا نناقش هذا الموضوع. أنا متأكدة إن في ناس كتير بتتساءل رأي الدين في إيه؟ طب نعمل إيه؟ الست اللي بتتعرض فعلا لاغتصاب هل من حقها تجهض؟ ربنا هيبقى غضبان عليها ولا لأ؟ هنناقش الموضوع ده دلوقتي حالا. معانا النهاردة في 90 دقيقة الدكتورة فايزة خاطر، رئيس قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. أهلا بيك يا دكتورة. معانا أيضا النائب محمد خليل قويطة اللي مقدم هذا المشروع للتعديل التشريعي في مجلس الشعب. أهلا بيك يا سيادة النائب، دايما معاك مشروعات مثيرة للجدل. ربنا يبارك فيك. وهيبقى معانا بعد شوية مستنيين الشيخ جمال القطب، هو على وصول بس معلش المرور. طيب اسمح لنا دكتورة فايزة، عامة احنا في برنامج 90 دقيقة بنبتدي دايما بالمرأة، بس بما انه الموضوع النهارده مطروح بالعكس، يعني اللي مقدم المشروع هو الاستاذ النائب خليل قويطة، خلينا نسمع منه هو بيطرح ايه بالظبط في هذا المشروع. استاذ خليل، المشروع ده بيتضمن عدة نقاط، ايه اهمها؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا، جريمة خطف الأنثى والمقترنة بجناية مواقعتها بغير رضاها من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع. ليه؟ لأن طبعا فيها اعتداء على الحرية العامة للمرأة، فيها اعتداء على حصانتها الجسدية، فيها اعتداء على شرفها وشرف زوجها والمجتمع كله، بالإضافة إلى أنها بتسبب أضرار نفسية وعقلية للمجني عليه. دي بداية. والحقيقة فعل المشرع خيرا عندما أخذ بحد الحرابة وقضى بعقوبة الإعدام في هذه الحالة، خصوصا أنه تم إلغاء مانع العقوبة في المادة 291 التي كانت تكافئ الجاني مرتين بزواجه من الضحية وبالإفلات من حبل المشنقة، عندما قالت هذه المادة الخطيرة إذا حضرتك بتقول إن القانون دلوقتي بينص على الإعدام. المادة 290 من القانون أصبح الإعدام وجوبي بعد إلغاء المادة 291 في كل حالات الاغتصاب؟ في كل حالات الاغتصاب، في المقترن الخطف المقترن بمواقعة الأنثى بغير رضا المخطوف. ده المادة. برضه ادي سيادتك المشاهدين فكرة إن المادة 290 اللي صدرت في عام 37 كانت بتقول إيه؟ إذا قام أي شخص بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو بالإكراه بخطف أنثى يعاقب بالإشغال الشقة المؤبدة. ولما استفحلت هذه الظاهرة كان لابد أن يتطور حجم العقوبة بتطور حجم الجريمة، فأدخل تعديل سنة 80 بيقول: وإذا اقترنت هذه الجناية بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها يحكم عليه بالإعدام. للأسف الشديد جت المادة 291 لغت الكلام ده، قالت إذا تزوج الخاطف من خطفها زواجا شرعيا فلا عقوبة عليه. مين قال زواج شرعي؟ زواج شرعي بيحتاج التكافؤ، بيحتاج الإرادة الحرة لسه موجودة. طيب ما هو الإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ماذا لو أن مجموعة تناوبت اغتصابها؟ مين يتجوزها ومين يعدم؟
ماذا في حالة اختلاف الديانة؟ ماذا لو كانت امرأة متزوجة واختطفت؟ وبالتالي أنا طلبت بإلغاء هذه المادة في التشريع، وتفضل الرئيس حسني مبارك بقانون بإلغاء هذه المادة، وأصبح الإعدام وجوبي. أنا بقول الكلام ده عشان المشاهدين يتابعونا في هذا الكلام. أصبح الإعدام وجوبي للخاطف المغتصب. طيب ده نمرة واحد، العقوبة. وبالتالي النهارده بنقول أصبح القصاص العادل بيخفف من معاناة المغتصبة إلى حد ما. طيب السؤال المطروح الآن، ماذا لو أفرغ هذا الذئب الحقير نطفة ملوثة بالدنس في رحم هذه المرأة؟ ده سؤال قضيتنا اليوم. معنى هذا أن هذا الجنين التي تحمله بين جنباتها سيذكرها تذكار بهذا الحادث المؤلم البشع الذي قد يؤثر على عقليتها أو على حالتها النفسية، وإذا أصبح طفلا تحمله على كتفها أيضا هيجسد هذه الجريمة أمامها بشكل موجود. الأمر الثاني، يعني إلى من ينسب هذا الطفل وقد أعدم الجاني بحكم المادة 290. طيب إلى من ينسب لو أن مجموعة تناوبت اغتصاب هذه المجني عليها؟ إلى من ينسب؟ وبالتالي هيصبح مجهول النسب، ويضاف إلى 2 مليون طفل في مصر مجهول النسب يجوبون الشوارع وتحت الكباري، وأكثر من توربيني بيقودهم. وبالتالي هذه قنابل موقوتة يصبون جام غضبهم على المجتمع الذي حرمهم العائلة والنسب. دي حالة. وبالتالي النهاردة من حقها على هذا المجتمع أن يقف إلى جوارها ويفرغ هذه النطفة القذرة أو هذا الجنين من أحشائها، حتى ليذكرها دائما بهذه الحالة البشعة، وحتى أيضا لا نلجئها إلى العيادات القذرة التي تمارس هذا العمل بالمخالفة للقانون، وقد يكلفها حياتها. أنا بحميها بهذا الشكل. على العموم ده رأيك يا أستاذ خليل، وتساءلت تساؤلات مشروعة جدا، بس خلينا هرجع تاني لحضرتك بقى عشان نمسك كل نقطة لوحدها. يعني بقى ده مبررات لإصدار هذا التشريع اللي تقدمت به. تمام. وفي تكملة في وقتنا مناسب هنتكلم عنها. يعني تساؤلات مشروعة جدا، لكن هناك رأي آخر بيعترض. نسمع من دكتورة فايزة ليه الاعتراض على الكلام اللي باين ان هو كلام فعلا عقلاني جدا. الاعتراض، انا عندي اعتراض في نقطتين. النقطة الأولى، أولا هو قبل ما أذكر اعتراضي، يعني أنا بشكر سعادة النائب إن هو جميل جدا أن نجد من نوابنا من يهتم بقضايا المجتمع بهذا الحماس. شكرا. ثانيا أنا بعترض الاعتراض على إن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حدثت حادث الغامدية فقال لها اذهبي حتى تضعي حملك، ثم عادت إليه قال لها اذهبي فأرضعيه. فعندما أتت وفي يد طفلها كسرة خبز أقام عليها الحد، وجاءت نقطة من دمها على ثوب سيدنا عمر رضي الله عنه فسبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبها، والله تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض جميعا لكفتها. دي واقعة زنا، واقعة زنا برضاها يعني ملهاش دعوة بالاغتصاب. لا، ما هي ملهاش دعوة بالاغتصاب. أنا العبرة إن الجنين لم يجهض في واقعة زنا. هل معنى كده انه لازم لا يجهض في واقعة اغتصاب؟ ما هو الواقعتين مختلفتين. هو ما جاش نص ارد على هذه النقطة. ما جاش نص بالاجهاض، ولكن هو في يعني شبه اجماع لا حرمة لولد الزنا. يعني في شبه اجماع ان لا حرمة لولد الزنا، لكن ما جاش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة حادثة إجهاض. حادثة إجهاض أو اغتصاب. هو بس رد لا، في اغتصاب قامت لسيدنا عمر وقالت له لقد كنت نائمة وعندما صحوت وجدت رجلا جاسما على صدري. وقعت اغتصاب، لكن من غير حمل أقصد، يعني من غير حمل مقرون باغتصاب. وإذا حدث حمل ما كانش فيه إجهاض. طيب
هو ده الاعتراض الوحيد. الرد على هذه النقطة. طب أستاذ خليل اسمح لي، احنا هنرجع تاني، بس هو موضوع مسألة وقت وإعلانات، ناخد إعلانات ونرجع تاني نكمل الموضوع بعد الفاصل الإعلاني، عشان كمان يكون معانا الشيخ جمال قطب وصل دلوقتي وهيتابع معانا هذه المناقشة. في بداية حلقة النهاردة طرحت سؤال قلت إنه قاسي لأي سيدة بتتفرج علينا في هذه اللحظة على 90 دقيقة لثواني معدودة. تخيلي إنك ضحية اغتصاب وعرفتي إنك حامل، هل تفضلي الإبقاء على الجنين ولا الإجهاض؟ أكيد علشان تقرري لازم تعرفي رأي في هذه المسألة، ربما الآراء المختلفة من ناحية الدين في هذه المسألة، ولكن علينا أن احنا نعرف أن القانون المصري حتى الآن لا يبيح الإجهاض للمرأة إلا في حالة واحدة، إذا كان الجنين يعرض حياتها للخطر. مشروع القانون اللي بيقدمه النائب محمد خليل قويطة لمجلس الشعب ويثير جدل واسع جدا هو يمنح المرأة أو الفتاة التي تغتصب حق الإجهاض خلال ال4 أشهر الأولى من الحمل. خلونا نناقش الموضوع ده، نكمل مناقشته بالأحرى مع دكتورة فايزة خاطر، مع النائب محمد خليل قويطة، وأيضا مع الشيخ جمال قطب اللي انضم إلينا رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف. أهلا بك فضيلة الشيخ. حضرتك تابعت يعني اختصارا، قلت لك إيه اللي حصل، يا ريت نعرف رأيك في هذا الموضوع في مشروع التعديل التشريعي اللي بيقدمه سيادة النائب. وبداية عايز أحدد توجهي. أنا معجب ومقر بهذا الاقتراح، ومنطلقي هنا إيه؟ يعني أنا ليه بوافق في هذا الجدل الفقهي؟ أمامنا مقاصد شرعية بنحافظ عليها. هل حياة النفس البشرية أولى ولا شرف هذه الإنسان أولى؟ وهل الجنين في 16 أسبوع الأولانيين بقى جنين ونفس وله روح، ولا لسه حمل مستكن كما أقرت المدارس الفقهية المختلفة؟ والروح تنفخ بعد كم؟ بعد 16 أسبوع. بعد 16 أسبوع. فهذه قضية لازم بقى نراعي. الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. أحد أبرز مظاهر التكريم إن الإنسان يبقى عايش محترم، له اسم، له أب لا يشار إليه. ربما في بيئات عربية سابقة على الإسلام كانوا يقولوا على الولد اللي جاء من مثل هذه الحالة ابن أبيه، زياد ابن أبيه، يعني دعي. فهذا الأمر لا يتحمله كرامة المسلم. قضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغامدية اذهبي، لأنه القدرة على الإجهاض أو ضمان الأمن في الإجهاض لم يكن متاح. هذه واحدة. ثم ليس معنا خبر أنها فاتت مدة قد إيه. يعني ساعة ما جاءت لرسول الله كانت تخطت 16 أسبوع، وأنا أزعم أن أنا فاهم من نص الحديث أنها تجاوزت 16 أسبوع أو 4 أشهر. ليه؟ قلت له الجنين يتحرك في أحشائي في أحد هذه الروايات. فمثل هذا الكلام حينما أضع، هل يأتي هذا الإنسان ده ابن أمه، ده اللي حصل لها كذا، ده اللي ملوش أب، ولا ويختلف بقى الفقه خلافات، ويبلى المجتمع هل أمه هتقعد بيه ولا هتوديه لمؤسسة. فإذا كان من ضوابط أي عملية اعتداء أو حدث إسعاف بتيجي وتشيل، يبقى مما تعيد به للأنثى جزء من حقوقها وكرامتها، وتعيد لهذا المجتمع ولهذه الأمة جزء من شرف اللي تم التعرض له، يبقى جرعة دوائية يكون الطب عارفها، وزي اللي بتغسل هدومها زي اللي بتعيد، وفورا فور عملية الإبلاغ يتم التخلص منه. يعني إذا كان القانون أو المشروع اللي بيتقدم به الأخ العزيز النائب الأستاذ خليل بيقول يجوز، أنا عايز أقول يجب. عايز أقول يجب علشان نساعد الأنثى على الخروج من هذا المأزق، وننتظر مستقبل ليس فيه مثل هذه الوجوه الكثيرة ولا المشاكل المؤلمة
مين هيربي ومين هيدفع ومين يتجوزه. مثل هذا الكلام ما دام الشرع قد وضع أيدينا على أنه خلال 16 أسبوع لم توضع النفس في هذا الجسد، يمكن للفقهاء أن يتعاملوا في ذلك براحة. وأنا شايف أن هذا العصر أولى بهذا الرأي. طيب طبعا دكتورة فايزة مش الصوت الوحيد اللي بيعارض هذا القانون، أصوات كثيرة وليها مبررات كثيرة، منها مثلا أنه في مخاوف من أن الموضوع ينتقل إلى أن الإجهاض برضو يحصل في الحمل الناتج عن الزنا، عن الدعارة وما إلى ذلك. هرجع لحضرتك فضيلة الشيخ، بس الأستاذ خليل قويطة كان عندك رد على الدكتورة فايزة. هو طبعا أنا بشكر فضيلة الإمام الدكتور جمال، لكن فيما يختص بقصة الغامدية وحادث الغامدية، طبعا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين بنتباهى دائما بشهامة الرجال وتمسكهم بالدين والأخلاق، ولم تكن عملية الخطف الأنثى واغتصابها متوفرة في هذا الزمن. ولذلك مثلا حادث الغامدية معروف أنه كان زنا بالتراضي، لم يكن خطف ولا اغتصاب. فعدم الإجهاض يمكن يكون نوع من العقاب للمرأة. وبالتالي أيضا أن في عهد الرسول والخلفاء الراشدين كانوا يطبقون حد الحراب، الإفساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله. وكانوا أيضا الشيء العظيم أن هم كان هناك علانية في تنفيذ العقوبة مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ودي عملية عظيمة جدا كانت بتحقق الردع العام لمن اقترف هذه الجريمة، وبتحقق الزجر لأي واحد يفكر في إتيان هذه الجريمة. ده طبعا أنا طلبت فيه مشروع قانون آخر بالإعدام العلني، ممكن أظن إشناه هنا قبل كده، وده موجود في مجلس الشعب. هذه قضية أخرى. وبالتالي الأمر بيختلف إذا كان الزنا التي يتم بالتراضي بيبقى فيه الإعدام، فما بالنا بالخطف والاغتصاب، جريمة تؤرق المجتمع ويهتز لها عرش الرحمن. وبالتالي أنا بقول النهاردة لابد من إفراغ جوف المغتصبة من هذه النطفة القذرة الملوثة حتى لا تتجسد أمام هذه الجريمة التي قد تودي بعقلها. طبعا كل المغتصبات بيروح الطب النفسي، مسألة خطيرة جدا. وفي نفس الوقت لما بنقول الكلام ده يعني بنبرئ هذه المغتصبة ونرد لها بعض كرامتها التي تم الاعتداء عليها وأثرت على صحتها النفسية والعقلية. وفي نفس الوقت النهاردة أنا مش عاوز أزود عدد مجهول النسب في مصر، ده بيقدروا ب2 مليون وقنابل موقوتة النهاردة بيصبوا حقدهم وغلهم على المجتمع الذي حرمهم العائلة والنسب. زي ما قال فضيلة مولانا ان الإسلام حريص على أن يكون لكل طفل أب ينتسب إليه. الإسلام حريص على هذا، وده رحمة الدين الإسلامي. فطبعا النقطة اللي سيادتك اتفضلت فيها في الآخر النهاردة، أنا وضعت ضوابط صارمة لتطبيق هذا التعديل حتى لا يستفاد منه إلا المغتصبة فقط. وحتى ممكن تقول لنا على الضوابط يا أستاذ خالد؟ هذه واحدة. أولا في جريمة الخطف والاغتصاب عند الإبلاغ البوليس وكده بيعمل تحرياته ويحيل هذه القضية للنيابة العامة وتبدأ التحقيقات. النيابة العامة بتحيلها إلى الطب الشرعي، وعن طريق الطب الشرعي بيستطيع الطب الشرعي أن يحدد عملية الاغتصاب وملابساتها وتداعياتها ونتائجها، ويحدد فترة الحمل ويحدد أيضا فترة الحمل. بهذا الشكل أنا بقول النهاردة للنيابة العامة. قلت النيابة العامة ليه؟ لأن الوقت ليس في صالحها. بقول ما ارفع قضيه واخد حكم يكون الاربع اشهر عدوا، يكون 9 اشهر عدوا. ده يجوز للنيابه العامه ان تاذن باسقاط الجنين يعني بالاجهاض بناء على تقرير الطبيب الشرعي الذي اثبت واقعه الاجهاض وخلال المده الشرعيه التي افتى بها فضيله المفتي وشيخ الجامع الازهر واللي صادق عليها فضيله الشيخ جمال قطب. هذه ضوابط معينه، وان يكون ذلك في مستشفى عام حكومي او مستشفى جامعي وتحت إشراف الطبيب أمراض النساء محل ثقة. وبالتالي بنبعد غير المخطئ التي قد تخطئ وتريد أن تستفيد من هذا النص. بنستبعد أيضا من تريد الكيد لأي رجل، من تريد ابتزاز أي رجل، واخد بالك، وكثير معهم. وبالتالي بنخرجهم من الاستفادة بهذا التعديل. هذه ضوابط صارمة
حتى نرد على البعض يقول لك يعني المجال مفتوح لمن تخطئ والكلام ده كله. تمام. نعم. طب دكتورة فايزة عندك أولاً أسباب تانية غير طبعا أسباب كتيرة. اتفضل. هي دلوقتي هو حدث حوادث اغتصاب في عهد سيدنا عمر، إن أحد الرعاة ساوم امرأة على شربة ماء، كانت في الصحراء وكانت شديدة العطش وساومها، وذهبت لسيدنا عمر وقال إنها مضطرة وأعطاها مبلغ من المال وصرفها. الحادثة الثانية اللي هي قالت لسيدنا عمر لقد قمت من نومي وجدت رجلا لا أعرفه جاسما على صدري، حدث اغتصاب. لكن أنا بقول أنا كأم وأنا كمربية وأستاذة جامعية وعندي في الدفعة أكتر من 3000 أو 4000، أنا بقول إن إيه اللي وصل مجتمعنا للانحطاط ده؟ إحنا عندنا دلوقتي عدم تكافؤ الفرص. بقول إن عايزة نحل القضية من جذورها، نحل القضية لكن من هل جذورها. يمنع فين وزير القضية؟ الشباب؟ وزير الشباب، هل هي وزارة الشباب تهتم بالرياضة بس؟ لكن حتى فين تحل الجوانب القضية الأخرى في حياة يعني الشباب؟ حتى تحل القضية مش لازم يبقى في قانون زي ده لحالات الاغتصاب الموجودة بالفعل. أنا ليه بس مداخلة بعد الدكتور؟ أيوة أنا معاكي، بس يعني لازم علشان ما جيبش ولد قعد لحد سن 40 سنة مش لاقي يتجوز، والوزراء قاعدين، وزير شباب ووزيرة قوى عاملة ووزراء قاعدين على مناصبهم وما بيعملوش اي حاجه للشباب. الشباب دول رصيد الامه، وقلت الكلام ده قبل كده في مؤتمر، قلت الشباب رصيد الامه، وجهت نداء لرجال الاعمال، الشباب يمشوا ينزلوا الشوارع يشوفوا العيال قاعدين في النت ضايعين، ما فيش انتماء، كم واحد طالب الهجره، كم واحد غرق. لازم اعالج المشكله من اساسها وبعدين اتكلم بقى على قانون ان انا اشنقهم او احنا بنتكلم بالتوازي على اساس ان حتى مع حل هذه القضيه قد لا تختفي عمليات الاغتصاب اختفاء كاملا. لا تختفي، لانه هو لما يلاقي جواز شرعي هتختفي. لا هتختفي. ايوه لما يلاقي جواز شرعي. في مداخله سريعه في هذا السياق. طيب. يعني هو اتفضل نرجع. انا مع الدكتوره تماما في علاج هذه القضيه من الجذور. طبعا في علاج اقتصادي ونحن مع بإتاحة فرصه عمل. في علاج اجتماعي بإتاحة فرصة الزواج والسكن، دول 9000 عانس في مصر، نحن مع في هذا. لكن أيضا هناك في علاج تشريعي اللي احنا بصدده الآن. أنا بتكلم النهارده في علاج تشريعي. العلاج التشريعي أنا بدأته بإلغاء المادة 291 وأصبح الإعدام وجوبي. التشريع الآخر أنا بقول على نية العقوبة، ده مشروع قانون مقدمه تطبيقا للأمر الإلهي واللي يشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين. العلاج التشريعي أيضا إلى جانب الاقتصاد والاجتماعي اللي اتكلمت عنه، اللي نحن بصدد الآن إن هذه الأنثى التي تم اختطافها من خلال مجرم يحارب الله ورسوله ويفسد في الأرض طبقا لحد الحرابة، واخد بال سيادتك، النهارده ما ذنبها؟ وقد أفرغ هذا الذئب البشر نطفة قذرة دنسة في رحمها تذكرها بهذا الحادث البشع. تمام. وحضرتك نقول من يرعاه، لأن القانون مادة 290 بتقول يحكم. طب من يرعاه؟ هي؟ طب لمن ينتسب؟ خصوصا إذا في مجموعة تناوبه واغتصابا، ينسبوا لمين؟ هو الفقهاء قالوا ينسب لأمه وعصبتها. لا ما ذنبها؟ هل من العدل؟ يعني هل من العدل ان تشقى بهذا؟ ينتسب لامه وعصبتها. هل ده العدل؟ طيب الحاله النفسيه للطفل وللام. انا طب ما هي كان عنترة بن شداد اشهر يعني شاعر عربي واشهر بطل عربي، كان ابن ربيبه وما كان ابوه مش معترف بيه. لكن احنا بنعالج المشكله. انا عايزه اعالج مشكله الشباب من اساسها. يجوا الوزراء يشوفوا بنات عندي ما تعرفش مقاس جزمتها. ده بالتوازي يا دكتوره. احنا بنناقش الموضوع ده في حلقات ثانيه، لكن موضوعنا انه في مشروع قانون في مجلس الشعب النهارده. عندك 2 مليون لعمل جواز وصلوا ل 40 سنه. متفقين يا دكتوره. دكتوره مش ممكن حد يعترض على حل هذه المشكله. هذا علاج اجتماعي. بنتكلم على العلاج التشريعي. نحن بصدد علاج تشريعي. بحيي سعاده النائب في انه درس وعمل لنا مشروع كده، لكن انا اعتراضي على ان احنا نسينا كل الدوافع اللي وصلت شبابنا للضياع. من ينسى ذلك؟ من ينسى ذلك؟ من ينسى؟ شبابنا ضايعين خالص. وفي وزراء المفروض فين وزير الشباب؟ انا اكيد بس هو يمكن مش موضوع حلقه.
تقول دكتورة فايزة. للدكتوره ان ما فيش حاجه مؤرقانه وتعبانه كاعضاء مجلس الشعب الا هذه القضيه. انا راجل باجي من بلد النهضه شايل شنطتي كلها طلبات للتعيين وبرجع زي ما بروح مؤرقانه، لان احنا نعتبر دول قنابل زمنيه موقوته في كل بيت لا تبت ان تنفجر. انا معك في هذا، لكن انا بتكلم يعني وضع العلاج، بتكلم على العلاج التشريعي الشاب اللي لقى واسطة او دفع رشوة ياخد منصب مربوط وياخد مبالغ رهيبة، ها، وزميله نقول له روح اشتغل عامل في مصنع وهو خريج جامعه. ما هو يا دكتوره مفيش عداله. خلينا نرجع لموضوعنا لان ده عندنا ملف قضيتنا دي هي اللي وصلنا لها من الانهيارات اللي تحتها، الانهيارات اللي صحيح. اسمحوا لي هسال فضيله الشيخ جمال ردا على بعض الاصوات اللي بترفض رفض قاطع المشروع اللي بيتقدم به النائب خليل قويطة. يعني أحد الأسباب أو أحد ما يقال أن لا يمكن أن نصحح الخطأ بخطأ. لا، هذا الكلام مردود عليه، وطبعا كتر خير الناس أنهم بيجتهدوا يقولوا نحافظ على النفس البشرية، بس هذا الجنين أو الحمل المستكن في أوله ليس نفسا لأنه لما يخلق بعد. أنا عايز أقول للمشاهدين معايا الموقف هنا موقف حاد جدا. أنا أمام وهم قد يسيء للمجتمع كله، ثم يكون هو في حد ذاته مريض نفسيا، لأنه هيبقى مش قنبلة، يعني حاجة أخطر على نفسه وعلى مجتمعه. دي حاجة. الحاجة التانية، أي حادثة في الدنيا اللي بيقول مصلح الغلط بغلط، أي حادثة أتوبيس أو خبط واحد تيجي عربية إسعاف، أول إسعاف محاولة إعادة الشيء لأصله. فاللي خلاني قلت بلاش بقى يجوز، خلوه يجب إجهاضه، محاولة إعادة الشيء لأصله. هذه الإنسانة العفيفة جاء أو ألصق بها أو رمي عليها ما ليس منها وما ليس لأحد بحق وما لا يقبله المجتمع. فمن إعادة الشيء لأصله تبرئة هذه الأنثى والإسراع بتفريغ جوفها إذا كان فيه شيء، فده أمر من التصحيح والإسعاف. لأن المجتمع مش فاضي كل يوم شوف واحد ده هو اسمه فين، ده مين أبوه، اتجوزت فعلا. فهذا الكلام خطر جدا. إذا تمكن الطب وتمكنت المؤسسات الحديثة من ضبط ومسألة الاغتصاب، فلا بد من إعادة الشيء الأصلي فورا. وأنا أكاد يعني أقول أنه ليس حقا للمغتصبة بل حق للمجتمع. يعني يستطيع وكيل النيابة يدي الإذن للطبيب أما تيجي حادثة اغتصاب لازم تخلص منها عشان هذه الإنسانة تبقى بريئة من الحادثة. فضيلة الشيخ ذكرت المجتمع، وانا قلت ان دايما اصل الاستاذ خليل دايما ده طبعا بيدينا كده موضوعات تثير جدل كبير. ده لا ينفي ما تبحث عنه الاستاذه الدكتوره فايزه، بان هذه اولا على التوازي تبحث مشكله المعتدي، لابد ان يلقى عقابا رادعا وزاجرا لغيره، وقضيه رعايه الجيل كله وتحصينه ضد هذا الوباء. لكن زي ما حضرتك ذكرتي احنا بنعالج جزئية لابد أن تأخذ حقها من الدراسة والبحث. هل يطرح في ساحة المجتمع من لا نسب له؟ هل تبقى للأنثى المعتدى عليها مدى الدهر زي ما بيعبر الأستاذ خليل مؤرقة بهذه النطفة، ولا نخلص ونشيل هذه اللوحة السيئة من المجتمع؟ خصوصا أن الفقهاء مع الأصول الصحيحة عن رسول الله عليه السلام تقول أن الجنين قبل 16 أسبوعا لم توضع فيه روح، نطفة مخلقة أم غير مخلقة. أمال ليه أصوات دينية بتقول أن جموع الفقهاء اعتبروا الإجهاض جناية على الجنين في جميع الحالات؟ الكلام كده صح بس لا ينطبق. الإجهاض هو تفريغ جنين بلغ 16 أسبوع وبثت فيه الروح وتحرك، هذا هو الإجهاض. لو سمحت بس في إضافة. أولا أنا سبق أن قدمت الاقتراح بمشروع القانون ده سنة 98 وأعدته بشكل جديد في هذه الأيام. أيامها فضيلة المفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل أعلن بيان شرعي في 16 أكتوبر سنة 98 بالموافقة على الإجهاض في حدود 120 يوم. وأيده ذلك فضيلة الإمام
شيخ الجامع الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي. لما نوقشت هذه القضيه في الشهر الماضي، ايضا من علماء المسلمين ناقشوا هذه القضيه، انا معايا اسمائهم بعد اذاعه المسلسل الشهير لقضيه راي عام. واخد بال سيادتك؟ منهم مثلا الاستاذ الدكتور جودة عبد الغني بسيوني، استاذ ورئيس قسم الفقه المقارن في كليه الشريعه جامعه الازهر، الاستاذ الدكتور امن نصير استاذ العقيده والفلسفه جامعه الازهر. ده كان ناقشوا لسه الشهر اللي فات، ووافقوا فعلا على ذلك في حدود المده الشرعيه اللي اعلن عنها فضيله المفتي. انا لما بعمل هذا الكلام انا بحمي المجني عليها المغتصبه من ان تلجا الى العيادات السريه القذره التي تخالف القانون وقد يكلفها هذا حياتها. انا بحميها بهذا الشكل. وزي ما تفضل استاذنا الدكتور فضيله الشيخ جمال وقال يعني ليس من العدل ان تظل هذه النطفه القذره في جنينها في احشائها، او قد تكون طفل تحمله على اكتافها يجسد امام هذه العمليه القذره قد تصيب عقلها وتصيبها بالجنون. لان اغلب من اصيبوا بهذه الجريمه بيحالوا الى الطب النفسي. موقفك خطيره جدا، واضح جدا يا استاذ خليل، وايضا موقف فضيله الشيخ. بس موقفك يا دكتوره لسه لا، الدكتوره من حقها تبدي هي وكل الناس. بس احنا عايزين، انا عايزه اعرف اثناء التفكير الفقيه يقول ما يشاء. بالظبط. انا عايزه اقول نقطه يعني هو احنا الحكمه قبل الفتره المحدده، لان هو بعد الفتره المحدده بينزل الملك نائل من اللوح المحفوظ اسمه ورزقه وزوجته واولاده وساعه ما ماتوا، فخلاص مقدراته اتقدرت والروح واصبح روح والمقدرات قدرت. يبقى ده بعد ال 16 اسبوع. بعد ال 16 اسبوع ده خلاص. لكن يعني حضرتك موافقه على القانون في خلال ال 16 اسبوع؟ انا موافقه على القانون، وانا في اول كلامي شكرت سعاده النائب اللي هو اهتم وقدم لنا دراسه. يا ريت بقيه النواب بقى يتحفونا انتوا اللي بتوافقوا للناس كلها بان يجيبوا لنا بقى مشكله الشباب ومشكله البطاله والعداله في التوزيع وانتشار الرشوه وانتشار الواسطه. كل الحاجات دي يا ريت يعملوا لنا دراسات فيها ويعملوا لنا كده. ده في كتير جدا. انا كمواطنه ولا يا سياده النائب دي اجنده للبرنامج طول السنه. ده طول السنه بطمن الدكتوره فيما يختص بموضوع الرشوه. انا مقدم طبعا طرح مشروع قانون بتعديل القانون الخاص بالرشوه، لان في حاجه خطيره جدا في هذا القانون، انه طبعا يعني بيعفي الراشي والوسيط من العقوبة إذا اعترف على المرتشي، مع أنه هو اللي بيزين له الكلام ده. أنا مقدم مشروع قانون بأن يأخذ نفس العقوبة نفس هذا الشخص. أيوة. ده من ضمن العلاج موضوع الرشوة، وفيه طبعا مش موضوع يعني الشارع على الراشي والمرتشي. الشارع على الراشي والمرتشي. ما هو موضوعات كثيرة جدا زي ما حضرتك قلت هي اللي بتؤدي لمثل هذه المشاكل في النهاية. أنا كنت عايز أضيف حاجة يا أستاذ. اتفضل فضيلة الشيخ. يعني الدراسة الفقهية أوجدت في تقديري فرق بين المعتدى عليها وبين التي ارتكبت جريمة الزنا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن قال لها الغامدية دي اجري رضعي وولدي واعملي، لأنها صاحبة جريمة فأراد أن تبقى متحملة العقوبة لتستطيع أن تعلم الناس، يعني تشيل وزرها نفسه. لكن المغتصبة لم ترتكب جريمة. يعني هنا التوجيه النبوي في محله. قد أقدمت على ضياع شرفك برغبتك فتلقي بقى العنت وتشوف الوباء قدامك وتحمليه بإيدك وتحرصي عليه كمرحلة تأديبية. وهنا كمان لعلي أضيف عشان اللي بيقروا الحديث يفهموا، في ناس يعني فاهمة ان الحد النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي فارضعيه في بلد لا ليها حدود ولا ليها شرطة ولا ليها ضوابط. يعني ايه؟ الفقهاء يقولوا يكاد يهربها من إقامة الحد. لو لعلك طب اذهبي حتى يتحرك اذهبي حتى ترضعي. هو يصرفها من أمام المحكمة لتتوب بينها وبين ربها. مجرد حتى إقامة الحد مع إنه حد شرعي تجريء للناس. يعني ضعيف النفس يقول إيه؟
طب ما هو ممكن المعصيه والواحد يتدارى وما نقعش في الوقعه دي. فتحميله التي زنت في الشرع كان قضيه ايه؟ تأديب لها. لكن الواقعة التي مختلفة كلها. اللي اعتدي عليها دي لازم زي المتعور ما بنلحق نغير له العربيه نصلحها، دي فورا لازم الطبيب يبقى معاه اذن. ومجرد ما يستوثق ان ده اعتداء يبقى حقها او يجب على المجتمع ان يطهرها ويعيدها نظيفه كما كانت. بس في أستاذ خليل، في جزئيه معلش طيب سريعا عشان في سؤال في كمان. جزئيه، يعني احنا في فتاة العتبه اللي سمعناه ان الملابسات اللي حصلت ان اتقلب الموضوع عليها بالتزوير والتدليس. يعني هي كان معتدى عليها وجروها من الاتوبيس واعتدى عليها الولد، ولكن رغم هذا ان ضعاف النفوس قلبوا عليها الموضوع. ما هو ده بقى في ايد القضاء وفي ايد النيابه قاضيان في في سلطات النار والمجتمع وقاضي في الجنة. المجتمع كله على العموم. لا يعني في نيابه، في سلطات قضائيه المفروض انها تحكم في مثل في نفس هذا الوقت الموضوع. في محضرين ضعاف النفوس بيشيلوا الاوراق من القضايا الناس، في سلبيات يعني لا أكيد جدال لازم مواجهتها كل إذا شرائح نفذ المجتمع هذا القانون. ونحن من بيننا قد توجد عندنا سلبيات ولا يرضى احد ببقاء السلبيات، لابد من محاربتها. أيوة. ولا بد من تنظيف المجتمع منه. بالظبط. ومع ذلك تعالج كل صغيرة من صغائر المجتمع بقضية وبقانون حتى يولد الجيل الجديد واخد حقه الشرعي وحقه النفسي وحقه القانوني. طب عايزه رد من في نقطة الاستاذ صغيرة، في نقطة صغيرة هرجع لحضرتك تاني يا دكتور. بس عايزه اعرف رد، لان انا بحاول اجمع كل ما يقال على لسان الاصوات المعارضه لهذا القانون علشان حضرتك معانا تقدر ترد عليه. في من يقول انه اذا نفذ هذا القانون وكانت هناك عيادات ومستشفيات، حضرتك قلت انها تابعه للحكومه او لوزاره الصحه مثلا او للجامعات، لكن في نفس الوقت يقال انه ممكن يسمح للزانيات او لسيدات خصوصا في الريف بيبقى في نوع من انواع الدعاره المستتره المؤلفه مع الاثرياء العرب وما الى ذلك، قصص دي كلها. فازاي ممكن تحمي من خلال القانون حق المغتصبه دونا عن السيدات الاخرى؟ هو طبعا ده تخوف في محله وتخوف مطلوب، ومن هنا وجب الاحتياط، وبالتالي وضع ضوابط صارمة للاستفادة من هذا التعديل للمغتصبة فقط. وزي أنا قلت في حالة الاغتصاب، أنا بقول بوجه الكلام ده علشان الناس اللي بتخاف من الفضيحة والعار ولا تبلغ، ده بتشجع المغتصب. اللي كان فيه ولد في الجرايد من كم يوم بعترف ان انا عملت كم حادثة اغتصاب، وده لأن المغتصبة لم تبلغ ولا أهلها. في هذه الحالة يجب على المغتصبة أن تبلغ الأمن فورا، وبالتالي جهاز الأمن بيقوم بالتحقيق بالتحريات، وبالتالي بيحيل ده لوكيل النيابة، بيتم التحقيق في هذا الأمر. وكيل النيابة يحيل هذا للطبيب الشرعي الذي يثبت واقعة الاغتصاب وملابساتها وتداعياتها وما نتج عنها بشكل محدد. ولذلك أنا بقول النهارده لما النيابة العامة بتأذن بإسقاط الجنين، لابد أن يكون بناء على تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت الواقعة بشكل محدد وفي خلال المدة الشرعية. الكلام ده ليه؟ الضوابط دي ليه؟ وبحيث النهارده لا تستفيد منه أي واحدة يعني أخطأت بإرادتها، وفي نفس الوقت بنقول التي تحاول أن تخطئ لن تستفيد من هذا التعديل بهذه الضوابط. التي تحاول الكيد للبعض لن تستفيد، التي تحاول ابتزاز أي شخص في مقابل حاجة معينة لن تستفيد بهذا نتيجة للضوابط الموجودة. وده تحوط برضه مشروع وتخوف مشروع من اللي بيعرضوه. نعم. طيب دكتورة فايزة كان ليكي تعليق؟ هو المفروض افرضي انها كانت زوجة، طيب الزوجة دي هتخاف من الفضيحة وهتخاف ان جوزها يطلقها، فممكن تسكت. هو برضو لازم نحط، بس هل بتديها الحق انها تسكت؟ انا ما بديهاش الحق انها تسكت، هي انا عايزة أأمن لها طريق بعيد عن الفضيحة، يعني يبقى في موضوع بيتم بسرية تامة، بحيث ده إضافة للقانون يعني. إذا نفذ يعني يبقى في بند
ان هو يبقى الزوجه تتم الحاجات دي، لان طبعا استبراء الارحام دي حاجه مهمه قوي حتى لا تختلط الانساب. فلازم نحط برضو للست اللي حصل لها حادثه اغتصاب. يعني انا قريت كذا مره في بريد الاهرام ان هي بتبقى راكبه تاكسي وبياخدها في حته نائيه ويعتدي عليها والكلام ده، فلازم نأمن لها ان هي سريه تامه في البلاغ او في مكان معين. هي تنافس سريه مع عقوبه الجاني والفاعل. ما هي مع فضيله الشيخ لو احنا دلوقتي ابحناها يبقى دمرنا حياتها. لازم المجتمع حضرتك، انا مع حضرتك يعني جوزها مش هياخد، لازم المجتمع، الكلام ده اتعالج في المسلسل اللي كان في رمضان. لازم حضرتك المجتمع بتاعنا يعرف ان المرأة السائرة في طريقها واعتدي عليها لا ذنب لها، زي اللي خبطتها عربية. لازم الناس تعرف معنى الشرف. يعني مجرد صدور الحكم تغيير ثقافتنا هذا الكلام لا يشجع على الفحشاء. لازم انا ابني وبنتي وكل الناس تعرف ان من اعتدي عليها ده فوق طاقتها، لا تعير به ما لم تكن هي سبب في الاسم. بس احنا بشر طبعا ده مهم. وفي نفس الوقت النهارده لما يتنافس سرية نية العقوبة تطبيقا للامر الالهي وليشهد عذابهما طائفه. ده حضرتك بقى استاذ خليل لو استطعت مع المؤسسه التشريعيه نعم انا مقدم مشروع بهذا الشكل لو استطعت معروض على اللجنه التشريعيه ان يقتنع واللي عندهم هوس ضد النصوص الشرعيه ويتخلوا ويقولوا المغتصب ده لازم يعدم علني، يبقى يعني يصل المجتمع الى درجه من الامان. يصل المجتمع الى درجه. بس ده مشروع قانون مختلف، ده منفصل عن هذا القانون. عقوبه المغتصب ده لازم تبقى بشعه على قد بشعه. لابد ان احنا ناخذ بتطبيق الامر الله وليشهد عذابهما طائفه. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وسوانا ويعلم ما يصلح النفس البشرية، والمشاهدة أبلغ أنواع التأثير في النفس البشرية. لما المجرم يشوف هذا المغتصب متعلق في حبل المشنقة هيفكر 1000 مرة قبل ما يقترف هذه الجريمة، لأنه الناس لا بتقرأ قانون ولا بتقرأ جرايد، لكن لما يشوف التلفزيون، أنا ما بقولش من العام، أنا بقول يكفي التلفزيون يذيع وقائع تنفيذ العقوبة الإعدام. هذه مسألة. بنشكركم جدا وخرجنا بنتيجة ينفع في 20 ثانية؟ نقطة 20 ثانية. لابد ان انا اعد اعداد ديني في المدارس، بدل ما انا بعلمهم واتس يور نيم وما بعلمهمش الفاتحة. دي حاجة من الجذور. من الجذور نبدأ. ثانيا دكتورة موافقة في الآخر. ما ده اللي أنا عايزة أقوله، إن إحنا في نهاية هذه الحلقة دكتورة فايزة خاطر بنشكرها طبعا، والنائب محمد خليل قويطة والشيخ جمال قطب، خرجنا بنتيجة هناك موافقة بين الضيوف على مشروع القانون اللي مقدمه النائب خليل قويطة لمجلس الشعب، مشروع تعديل تشريعي يمنح المرأة المغتصبة إجهاض جنينها إذا نتج عن هذا الاغتصاب. المدة الشرعية طبعا في خلال مدة 4 أشهر من بداية الحمل. بنشكركم جدا. والاهتمام بتربية الشباب التربية الصحيحة بالأسباب كلها اللي أدت إلى هذه المشكلة. لا خلاف عليه. على أي حال بنشكركم جدا وشكرا ليكم. إلى اللقاء بكرة معانا موضوعات جديدة. شكرا.